فيه لحظات غريبة كده وسط الضحك والكلام تحس إنك أضعف واحدة في المكان. الكل موجود ولكن جواكي وحدة وفراغ. تحسي نفسك عايزة حد يسمعك ويطبطب عليكي ويطمنك إنك مش لوحدك. مرة حكيت مع بنت وقالت لي كنت واقفة في الكنيسة بس قلبي مقفول ومخنوق. الناس بتصلي وبتسبح وأنا مش قادرة أفتح بقي بكلمة. وفجأة وأنا ماسكة الإنجيل عيني وقعت على الآية. حسيت مش مكتوبة لحد تاني ولكن مكتوبة ليا أنا. لا أهملك ولا أتركك. الكلمة دي عملت فيا معجزة. وفجأة دموعي نزلت وتأكدت إن يسوع واقف جنبي حتى وأنا مش حاسة. هو ده يسوع، مش بيستنانا نكون أقوياء ولا بيستنانا نضحك قدام الناس. يسوع بيجي في اللحظة اللي كل الناس مش شايفيننا فيها ويقول أنا شايفك، أنا سامعك، أنا واقف جنبك مهما حصل. الكتاب بيقول هو ذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ودي مش مجرد جملة، دي وعد من يسوع. وعد للحظة واحدة، وعد للي بيبكي في هدوء، وعد للقلوب المكسورة ومش لاقيين حضن يضمهم. أوقات كتير بنخاف نوري ضعفنا للناس، بنحط وشوش قوية ونضحك بس جوه قلوبنا فيه صرخة محدش سمعها. يسوع مش محتاج وشوشنا القوية، هو محتاج قلبنا الحقيقي. علشان كده أول ما نرمي نفسنا بين إيديه ونقول له أنا تعبان بنلاقيه فاتح حضنه من غير شروط. يسوع إنه بيحول دموعنا لرجاء والجرح لشفاء والوحدة القوة. ولو كل الناس مشيت هو الوحيد اللي مش هيمشي. ولو حتى قلبك اتكسر هو اللي بيلم قلبك حتة حتة. صدقني يسوع مستني يسمع صوتك دلوقتي. لو انت محتاج حضنه، محتاج كلمة، محتاج قوة، قوله بجملة بسيطة يا رب أنا بين إيديك، وهتلاقي السلام بينزل على قلبك في اللحظة دي. ولو الفيديو ده لمس قلبك ما تبخلش تشاركه مع غيرك علشان يوصل كلمة رجاء لكل حد محتاجها. واعمل لايك وكومنت واحفظ الفيديو علشان تفتكر دايما انك عمرك ما هتكون لوحدك.